السلام عليكم طلاب اولى ثانوي. دلوقتي هنراجع مع بعض مراجعه امتحان الشهر. المراجعه دي على اول 5 دروس هم داخلين في الامتحان، بس المراجعه دي ملخص من غير حل. الحل هينزلوا فيديو لوحده. طيب، اول حاجه خالص في المنهج كان بيتكلم على كلمه environment، يعني البيئه. طبعا البيئه هي كل حاجه حوالينا، ده حرفيا معناها، حتى هي مشتقه من كلمه فرنسيه اسمها environ اللي هي البيئه برضو او المحيط اللي حوالينا. فكلمه environment everything that surrounds us، كل حاجه حوالينا، كيميكال، فيزيكال، بيولوجيكال، كل حاجه حوالينا تعتبر هي البيئه اللي احنا عايشين فيها. بتنقسم لنوعين: حاجات فيها بايوتيك يعني كائنات حيه زي الهيومنز والانيمالز والمايكرو اورجانيزمز والبلانتس، نباتات، حيوانات، انسان، كائنات دقيقه. وممكن تكون حاجات فيها ابيوتيك يعني كائنات غير حيه زي الهواء والميه واللايت والسويل، يعني اير ووتر لايت سويل، لايت اللي هو الضوء، سويل اللي هي التربه. دي كائنات حيه ودي كائنات غير حيه. البيئه اللي حوالينا بتتكون من الاثنين دول. طيب بعد كده هنتكلم على حاجه اسمها ايكو سيستم، موجوده برضو في الكتاب كده في الاول. ايه هو الايكو سيستم؟ هو مكان عايش فيه كائنات حيه وغير حيه، بيبقى جزء من الانفايرمنت، جزء من البيئه، زي مثلا الصحراء، الغابه، اي جزء من البيئه بنسميه ايكو سيستم. والجزء ده يعتبر فيه كائنات ليفنج وكائنات نون ليفنج. بعد كده عندنا في الانفايرمنت اللي حوالينا، في البيئه اللي حوالينا، في 4 سفيرز او 4 طبقات متقسمين، او البيئه متقسمه ليهم. اول طبقه حاجه اسمها بايوسفير. البايوسفير معناها كل الكائنات الحيه، سواء كانت عايشه تحت الارض، فوق الارض، في اي مكان، كائنات حيه. في حاجه اسمها ليزوسفير. يعني ايه ليزوسفير؟ يعني طبقات الكره الارضيه، القشره الارضيه واللي تحتها واللي تحتها، طبقات الارض دي، ده جزء خاص بالبيولوجي، يعني حاجه اسمها الليزوسفير. الهيدروسفير معناها كل الميه اللي موجوده في الكره الارضيه بنسميها هيدروسفير. الاتموسفير معناها شويه الجازس اللي محيطه بينا او الهواء اللي بنتنفسه. يبقى الهواء اتموسفير، الميه هيدروسفير، الطبقات بتاعت الارض ليدوسفير، والكائنات اللي عايشه كلها اسمها بايوسفير. طبعا احنا منهجنا هيتكلم على الهيدروسفير بس او على الميه بس. الهيدروسفير او الووتر مبدئيا كده الكره الارضيه تقريبا عليها 70% ميه، واللاند او الليدوسفير الارض بقى الباقيه 30% بس. تقسيمتهم كانت كالاتي: الووتر يعني كشكل ليكويد، يعني كان في منها 97% سولتي ووتر، ميه مالحه موجوده في الاوشنز، المحيطات، الليكس، البحيرات، السيز، البحار. كمان في 1% ميه عذبه او فريش ووتر موجوده في الانهار، الريفرز والليكس، البحيرات، والاندر جراوند ووتر يعني المياه الجوفيه. وطبعا شكل الووتر كووتر فيبر، كبخار، موجود في الاتموسفير. طيب الفروزن ووتر، الميه المجمده او الثلج او بنسميه كرايوسفير او ايس، موجود منها بنسبه 2% من الميه. موجود فين الثلج ده؟ في البولار ريجنز، الاماكن القطبيه، موجود في الجليسيرز يعني الانهار الجليديه، الجليد اللي بيتحرك فوق الميه ده. وكمان موجود توب اوف ماونتنز، فوق الجبال. دي اماكن تواجد الميه باشكالها الثلاثه: ليكويد وجاز وسوليد. مصر بقى تعتبر عندها انهي فيهم؟ عندها الثلاثه. ايجيبت يعني عندها فيريوس هيدروسفير، يعني عندها كميه ميه متنوعه، اشكال مختلفه، ميه مالحه وميه عذبه وكل حاجه. بعد كده اتكلمنا في الدرس الاول على حاجه اسمها ووتر سايكل او هيدرولوجيكال سايكل او كلوزد سيستم. ايه بقى الووتر سايكل دي؟ كان عندها بس معلومتين مهمين قبل ما اقول لك شرحها بالتفصيل. كان جواها الميه بتتغير. يعني ايه بتتغير؟ في حاله تغير مستمر، كونتينوس تشينج، تبقى ميه وبعدين تبقى فيبر، بخار، وبعدين تنزل تبقى ميه تاني، ممكن تبقى ثلج ومش عارف ايه. الميه في حاله تغير مستمر. فاول ما تشوف سؤال فيه كونتينوس تشينج وكلوزد سيستم، اعرف ان هي الهيدرولوجيكال سايكل او الووتر سايكل. كمان الووتر سايكل او الهيدرولوجيكال سايكل في ان الووتر موفز، الميه بتتحرك، بتتبخر من المحيط تطلع لفوق وتتحرك مع السحب وتنزل تاني، فالميه بتتحرك وبتتغير كمان. طيب تعال نشوف بقى المراحل بتاعتهم. اول مرحله كانت المرحله الاساسيه، وهي حاجه اسمها ايفابوريشن او التبخر. ودي كانت المين بروسيس او العمليه الاساسيه، ان ميه البحر تتبخر لفوق. بصراحه مش ميه البحر بس اللي كانت بتطلع بخار ميه، احنا كبني ادمين لما نتنفس بنطلع شويه بخار ميه. ففي عمليتين بيولوجيكال بيساعدوا مع الايفابوريشن. البيولوجيكال هما الاثنين دول، مش الايفابوريشن. الايفابوريشن دي عمليه بيعملها البحر، مش كائن حي. ولكن البيولوجيكال بروسيس زي الريسبيريشن، التنفس، انا لما اتنفس انا كائن حي، فده يعتبر بيولوجيكال بروسيس. طيب بيعملوا مين الريسبيريشن ده؟ الانيمالز والبلانتس، نباتات وحيوانات. وفي عمليه النبات بيعملها اسمها ترانسبيريشن، بيعملها النبات فقط، مش بيعملها الحيوان ولا الانسان. ايه بقى الترانسبيريشن ده؟ هي عمليه رفع الميه الزياده والاملاح الزياده من الجذور اللي تحت دي، وتطلع ايه؟ على سطح النبات، على جلد النبات اللي هو ورق الشجر. فلما يطلع ميه على ورق الشجر بنسميها قطرات الندى. لما تطلع على ورق الشجر الشمس بتيجي عليها تبخرها،
فدي برضو نوع من انواع الايفابوريشن. يبقى الترانسبيريشن بيحصل فيها رايزنج ووتر اند سولتس فروم روتس تو ذا ليفز، رفع الميه من الجذور لحد ورق الشجر. طيب ورق الشجر فيه فتحات كده اسمها ستوماتا، الاستوماتا دي هي فتحات بيخرج منها الميه الزياده، بنسميها سمول اوبننجز او فتحات صغيره. طيب وظيفه ليه في اصلا ترانسبيريشن عند النبات؟ ليه النبات بيخرج الميه الزياده؟ to lower the temperature of the plant، عشان يقلل درجه حراره نفسه، عشان يقلل درجه حراره النبات. يبقى ليه بيحصل ترانسبيريشن؟ عشان النبات يقلل درجه الحراره بتاعته. طيب هو احنا لما نسحب الميه من الروتس من الجذور وتطلع لحد ورق الشجر بتمشي فين؟ في انابيب يعني؟ في انابيب جوه نبات صغيره كده اسمها زايلم. ايه الزايلم ده؟ عباره عن شويه تيوبس بيتحرك فيهم الميه والملح اللي طالعين لحد النبات فوق. طيب بالمره بقى، بما احنا اتكلمنا على الترانسبيريشن، في عمليه كده عندنا في المنهج اسمها اكسكريشن. ايه الاكسكريشن دي؟ هي عمليه الاخراج. النبات بيخرج الحاجات الزياده اللي جواه، مش بس ميه زي الترانسبيريشن، لا ده النبات هنا بيتخلص من ايه بقى؟ جيت ريد اوف ايه؟ ووتر، عنده ميه زياده، او كربون دايوكسيد زياده، او نيتروجينس سبستانسز، مواد نيتروجينيه بيتخلص منها. زي ايه؟ زي حاجه اسمها يوريا، يوريك اسيد، امونيا. دول 3 حاجات النبات بيحب يتخلص منهم. ماشي، كل الكلام ده كان تحت الايفابوريشن. خلصنا الايفابوريشن والميه اتبخرت وطلعت لحد السحاب، هيحصل عمليه اسمها كوندنسيشن. البخار اللي طالع يتحول لميه، البخار يتحول لميه، بنسميها كوندنسيشن. بعد كده تيجي الميه تنزل، فبنسمي العمليه دي بريسيبيتيشن، عمليه ترسيب الميه او نزول الميه. يبقى بتنزل في شكل مطره عادي ميه، يا اما تنزل في شكل سنو يعني تنزل في شكل ثلج. طيب البريسيبيتيشن ده او الميه لما تنزل ليها 3 احتمالات. يا اما تبقى سيرفيس ووتر، تنزل على سطح الميه مره ثانيه، تنزل على سطح البحر او النهر. يا اما تبقى راننج ووتر، مياه جاريه، الميه تنزل تجري كده على الجبل او تجري في الارض نفسها. يا اما تثبت على الارض كده شويه وتفضل تتحوش وتنزل تحت الارض وتتجمع كاندر جراوند ووتر او مياه جوفيه. عمليه انسحاب الميه او سحب الميه او تسريب الميه لتحت الارض بنسميها انفلتريشن او ليكج، عمليه تسريب الووتر عشان تنزل تحت الارض وتكون اندر جراوند ووتر. ده كان الملخص بتاع الهيدرولوجيكال سايكل او الووتر سايكل. بص يا سيدي، في ملحوظه اخيره، احيانا بخار الميه وهو طالع في عمليه الايفابوريشن بيتفاعل مع بعض الكيماويات زي المواد اللي اسمها اسيدز. طيب فينزل لي مطره مضره شويه اسمها اسيديك رينز. حلو الكلام. الاسيديك رينز لما تنزل مفيده ولا مضره؟ مضره، لدرجه انها بتسبب حاجه اسمها decomposition of rocks، يعني تفتت الصخور. ده كان ملخص الدرس الاول. الدرس الثاني كان بيتكلم على الكيميكال كومبوزيشن اوف ووتر، تركيب الميه الكيميائي. بص يا سيدي، كتركيب فالووتر بتتكون من 2 اتش و1 او، 2 هيدروجين اتوم و1 اكسجين اتوم. فنمسك واحده واحده. من ناحيه الفوليوم فهي 2 هيدروجين و1 اكسجين، يعني الهيدروجين قد الاكسجين مرتين، فالريشيو ما بينهم 2 to 1. ولكن من ناحيه الوزن لما جينا وزننا الواحده اكسجين والاثنين هيدروجين، طلعت الواحده اكسجين تقيله شويه، اتقل من الهيدروجين 8 مرات. يعني نسبه الاكسجين في الوزن 88.89%، ولكن الهيدروجين 11.11%. يبقى وزن الاكسجين قد الهيدروجين 8 مرات، ولكن حجم الهيدروجين كفوليوم كمساحه يعني هو قد الاكسجين مرتين. لدرجه ان احنا ممكن نقسمها، مش لازم 2 1 على فكره، ممكن نقسمها 4 و2 6 و3. ممكن نقسمها مثلا لو قسمنا ل 100 هتبقى 67.6 او 66. ممكن نقسم 100 ك 66.67. ده الهيدروجين، والاكسجين هتلاقيه 33.33. تمام؟ دي التقسيمه بتاعتهم. لو قسمت ل 100 ايا كان، المهم في الفوليوم ده قد ده مرتين، في الماس ده قد ده 8 مرات. طيب كمان حاجه ثانيه مهمه، جوه الووتر الاكسجين المرتبط مع الهيدروجين برابطه كده او ببوند سميناها سنجل كوفالنت بوند. في 2 منها، واحده الناحيه دي وواحده الناحيه دي، فقلنا ان في 2 سنجل كوفالنت بوند، وال2 سنجل كوفالنت بوند دي معتمده على حاجه اسمها شير، بيشاركوا مع بعض هما الاثنين ويلتحموا ببعض. طيب ولقينا كمان ان الانجل اللي جوه الووتر 104.5. وبالمناسبه مفيش في الكره الارضيه كلها ميه بيور بنسبه 100%، يعني ديستلد ووتر تماما مفيش فيها اي شوائب، دي صعبه. دايما لو عايزين الميه لوحدها او ما يكونش فيها شوائب بناخد الميه عادي من النهر من البحر من اي مكان وننقيها، بس عامه مفيش بيور ووتر، دايما بتبقى متحده مع مركبات ثانيه. تاني جزء في الدرس هنتكلم عن حاجه اسمها بولاريتي، والبولاريتي معناها
كلمه بولاريتي او تو بولز معناها ان حاجه في ناحيه الشمال وحاجه ناحيه اليمين، حاجه بوزيتيف وحاجه نيجاتيف، حاجه فوق وحاجه تحت. دايما كلمه بولاريتي معناها حاجتين مختلفين. طب ليه الووتر بقى بولر؟ عشان عندها الالكترونيجاتيفيتي، يعني قوه السحب او القدره على شد الالكترونز. عندها الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين عاليه جدا، والالكترونيجاتيفيتي بتاعت الهيدروجين قليله جدا. يعني كأن الاكسجين قوي قوي والهيدروجين ضعيف، فده معناه ان في بولاريتي هنا، في اختلاف، في واحد قوي وواحد ضعيف. الاكسجين قوي جدا لدرجه انه بيسحب الالكترونز كلها ناحيته او معظمها ناحيته، فيتكون عليه اشاره نيجاتيف عشان الالكترونز تبقى نيجاتيف، وده بيعمل اتراكت الكترونز اكتر فيتكون عليه نيجاتيف، بنسميها بارشال نيجاتيف تشارج، علامه نيجاتيف كده صغيره. والهيدروجين بتبعد عنه الالكترونز عشان الاكسجين بياخدها، فيتكون عليه بارشال بوزيتيف تشارج، يتحول لعلامه بوزيتيف. طب بسبب ان الاكسجين قوي جدا والهيدروجين ضعيف جدا، الاكسجين كمان بقى بيسحب الهيدروجين من الاتومز اللي جنبه مش بس اللي معاه. يعني ايه؟ هوريك بس صوره ونرجع نكمل شرح. يعني هنا الاكسجين بيسحب الهيدروجين ده والهيدروجين ده، طبيعي ده من كتر ما هو قوي جدا بقى يسحب الهيدروجين بتاعت الميه اللي حواليه. يبقى الاكسجين كده عنده بوند داخليه سميناها من شويه لو فاكر، البوند الداخليه دي سنجل كوفالنت بوند. ده كمان عنده بوند خارجيه دي اسمها ووتر موليكيول، ودي اسمها ووتر موليكيول. ده كمان بيمتد الووتر موليكيول جارتها او جنبيها، بيعمل رابطه خارجيه اسمها هيدروجين بوند. يبقى الهيدروجين بوند دي موجوده بسبب قوه الاكسجين، ان هو اكبر بكتير او اقوى بكتير من الهيدروجين. طيب نرجع نكمل كلامنا. يبقى بسبب البولاريتي دي، بسبب اختلاف الالكترونيجاتيفيتي ما بين الاكسجين والهيدروجين، ادى الى وجود حاجه اسمها هيدروجين بوند. الهيدروجين بوند دي عملت ايه؟ اولا معناها ايه؟ هي ويك الكتروستاتيك اتراكشن، هي قوه تجاذب ضعيف. الهيدروجين بوند قوه تجاذب ضعيف، وبتحصل ما بين الاكسجين بتاع واحده ووتر مع الهيدروجين بتاع جارتها. يعني ايه؟ يعني لو الاكسجين مع الهيدروجين اللي هو معاه في نفس الموليكيول دي بنسميها السنجل كوفالنت بوند. لو الاكسجين مع الهيدروجين جاري اللي قدامي، مش اللي معايا، مش عيالي، لا ده مع حد تاني في الشارع، يبقى دول تبعنا بنسميها السنجل كوفالنت بوند. اللي جوه دي سنجل كوفالنت بوند، انما الرابطه المنقطه اللي بره دي اللي هي ما بين اكسجين بتاع واحده فيهم وهيدروجين بتاع واحده ثانيه بنسميها هيدروجين بوند. يبقى الهيدروجين بوند بتحصل ما بين الاكسجين بتاع ووتر موليكيول والهيدروجين بتاع انذر ووتر موليكيول. بالمناسبه بسبب وجود الهيدروجين بوند الووتر بقت اقوى شويه حلوين، فبقى عندها هاي بويلنج بوينت، فبتغلي عند درجه حراره تقريبا 100. ولكن في مركبات ثانيه زي الهيدروجين سلفايد اللي هو الرمز بتاعه H2S، نفس الرمز بتاع الووتر تقريبا فرق الاس والاو، بس الفرق ان ال H2S ده شبه الووتر في الاستراكشر، شبهها في التركيب، بس ما عندوش هيدروجين بوند، فلقينا الغليان بتاعه بيبقى عند نيجاتيف 61، ولكن الميه عند 100 وهو عند نيجاتيف 61. ليه؟ عشان الووتر عندها هيدروجين بوند بس هو ما عندهوش هيدروجين بوند. في حاجه ثانيه كمان بسبب البولاريتي، بقت الووتر عندها قدره انها تدوب الاملاح جواها، زي مثلا الصوديوم كلورايد، تلاقي الصوديوم كده عنده حته بوزيتيف والكلورايد نيجاتيف، فالووتر تتجمع حواليه، الاكسجين يتشد للبوزيتيف عشان هو نيجاتيف، والهيدروجين يتشد للنيجاتيف عشان هو بوزيتيف، وهنتكلم عنها كمان شويه. فبسبب وجود البولاريتي ادى الى تكون هيدروجين بوند وقدره الووتر على انها تدوب بعض المواد. طيب خلي بالك ان كل واحده ووتر تقدر تعمل 2 كوفالنت بوند اهي، كل واحده ووتر عندها 2 كوفالنت، ويقدر يعمل 4 هيدروجين بوند. ازاي؟ ان شاء الله اللي رسمه مظبوط اهي. شايف الووتر اللي في النص دي مدت جناحاتها الناحيه دي، ادي 1 2 وهنا كمان 1 2، يبقى كده عندك 4 هيدروجين بوند للواحده ووتر. يبقى ال1 ووتر موليكيول بيعمل 4 هيدروجين بوند، وبيعمل كام سنجل كوفالنت بوند؟ 2 سنجل كوفالنت بوند. طيب خلي بالك من حاجه كمان، لو جه قال لك ذا بوند ان ووتر، جوه الووتر اسمها سنجل كوفالنت، لو قال لك بتوين ووتر موليكيولز اسمها هيدروجين بوند. بعد كده في نفس الدرس ده هنتكلم على حاجه اسمها ووتر هيدرولايسيس. يعني ايه ووتر هيدرولايسيس؟ يعني تفكك الووتر لحاجتين، جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف. الجزء البوزيتيف ده بنسميه بوزيتيف هيدروجين ايون، وده بنسميه نيجاتيف هيدروكسيد ايون. الووتر فيها عدد متساوي من البوزيتيف هيدروجين ايون والنيجاتيف هيدروكسيد ايون. ماشي. طيب تعالى بس نشوف حاجه اسمها اسيد بيز بالانس. يعني ايه اسيد بيز بالانس؟ بص يا سيدي، لو اي ماده في الدنيا عندها بوزيتيف هيدروجين ايونز او بوزيتيف اتش كتير بنسميها اسيد. اي ماده اولها اتش بنسميها اسيد ما عدا الووتر.
طيب ولو ماده عندها الاتش قد الاو اتش بالظبط، يعني البوزيتيف اتش قد النيجاتيف او اتش، دي زي الووتر يعني او زي البيور ووتر، دي بتبقى نيوترال متعادله. ولكن لو عندها او اتش كتير او نيجاتيف هيدروكسيد ايون بنسميها بيز. يبقى لو عندها بوزيتيف هيدروجين ايون بنسميها اسيد، لو عندها نيجاتيف هيدروكسيد ايون بنسميها بيز. طب لو عندها الاثنين قد بعض نيوترال. بنعرفها منين؟ بنجيب مقياس اسمه بي اتش سكيل. البي اتش ده عباره عن عداد من 0 ل 14. لو انت فوق الزيرو وقبل ال7 من 0 ل 7 تعرف ان انت اسيد. بنحط الجهاز ده كده جوه اي ماده، لو طلع الرقم اقل من 7 تعرف ان هي اسيد، لو طلع اكبر من 7 تعرف ان هي بيز، لو طلع بيساوي 7 تعرف ان هي متعادله او نيوترال. تمام. يبقى عرفنا البي اتش بتاع البيز كبير والبي اتش بتاع الاسيد بيبقى صغير، لدرجه ان البي اتش لو قرب من ال1 او من الزيرو بنسميه سترونج اسيد، لو بعد عن ال7 قوي فوق خالص بنسميه سترونج بيز، ولو عند ال7 بالظبط بيبقى نيوترال. طيب خلي بالك في ديفينيشن تاني للاسيد، يعني الاسيد هو الماده اللي عندها هاي كونسنتريشن اوف بوزيتيف هيدروجين ايون، والبيز هو الماده اللي عندها هاي كونسنتريشن اوف نيجاتيف هيدروكسيد ايون، صح؟ يا اما ممكن تقول ايه بقى التعريف الثاني؟ هقول الاسيد هو الماده اللي عندها لو هيدروكسيد، عندها هيدروكسيد قليل، عندها نيجاتيف قليل، ده معناه ان هو بوزيتيف كتير. يا اما ممكن اقول هنا ايه بقى؟ دي عندها بوزيتيف قليل، ما ده معناه ان هي عندها نيجاتيف كتير. يعني ممكن اقول البيز هو الماده اللي عندها كميه قليله من البوزيتيف هيدروجين ايون، دي نفس معنى ان انا اقول عندها كميه كبيره من النيجاتيف هيدروكسيد. ماشي يا سيدي. بعد كده في شويه اضافات بيبقوا موجودين على الميه، نادرا ما بنلاقي الميه بيور. في اضافات بتخلي الميه تبقى اسيدك، يعني تخلي البي اتش بتاعها اقل من ال7، يعني تخلي كميه الاتش عندها كتير. تاني في مواد اضيفها على الووتر تخليها اسيدك. يعني ايه اسيدك؟ يعني التركيز بتاع الاتش عالي، يعني البي اتش اقل من ال7. زي ايه المواد دي؟ زي الامونيوم كلورايد، امونيوم كلورايد NH4Cl. الامونيوم كلورايد ده بص هو في ميزه، امونيوم كلورايد AOC اختصار كلمه اسيدك، فاول ما تشوف AOC تعرف ان هي اسيدك. طب البيزك ده صوديوم بيكربونات، بيخلي الووتر تبقى بيزك، هيزود عندها الاو اتش او يزود البي اتش، يعني يخليه فوق ال7. زي الصوديوم بيكربونات فدي فيها كلمه بي واس يعني كلمه بيز، ففعلا بيخليها بيزك. في ماده ثانيه اسمها امونيوم بيكربونات، يعني فيها A وبي اسيدك وبيزك مع بعض، بيخليهم متساويين او يخلي البي اتش بيساوي 7. ولو سيادتك عايز تراجع الايكويشنز، مهمه جدا طبعا الايكويشنز، هتلاقي ان ال NH4 HCO3 اللي هو الصود اللي هو امونيوم بيكربونات ما بيطلعش ولا اتش بوزيتيف ولا او اتش نيجاتيف، هتلاقيه نيوترال. ولكن لما تلاقي حاجه بيزك زي الاخ ده تحط على الووتر، بص في الاخر هتلاقي فيه او اتش ظهرت، يبقى ده بيزك. لو حطيت اي حاجه ثانيه على الووتر ولقيت ان الاتش هي اللي ظهرت يبقى ده اسيدك. طيب في شويه ارقام محتاجين نعرفها او نحفظها لبعض انواع الميه اللي قسنا البي اتش بتاعتها. البيور ووتر او الديستريد ووتر البي اتش ب7 زي ما قلنا من شويه. طب لو ووتر بقى في البحر، لا ميه البحر عليها شويه اضافات فبقت من 7.5 ل 8.4 يعني اصبحت بيزك. طيب في فريش ووتر بقى عند الانهار والبحيرات، عند الانهار من 6.8 ل 7.8 دي كده تعتبر اسيدك ونيوترال، ما جواها الثلاثه، ما هي قبل ال7 وبعد ال7 وعند ال7 نفسها وبيز كمان، يعني الثلاثه مع بعض اسيدك ونيوترال وبيزك حسب النهر ده موجود فين او حسب الاضافات اللي عليه. البحيرات من 7.3 ل 8.4 ل 8.5 دي كده فوق ال7 فدي تعتبر بيزك. طبعا الجراوند ووتر المياه الجوفيه من 6 ل 8.5 يعتبر فيها ثلاثه برضو، فيها اقل من 7 واكبر من 7 وال7 نفسها. الكلاودز تعتبر كلها اسيدك هي والماين ووتر. طيب ده كان الدرس الثاني. الدرس الثالث بيتكلم على الدنستي والسبيسيفيك هيت. تعال الاول نبدا بالدنستي. الدنستي الديفينيشن بتاعها it is the mass of unit volume. معتمد على ايه الدنستي؟ معتمد على الماس اوف موليكيولز، معتمد على وزن الجزيئات بتاعه الماده، وكمان معتمد على المسافات ما بينهم الديستانس بتوين موليكيولز. ازاي؟ لو انت عندك حته حديده فهتلاقي جزيئاتها قريبه قوي من بعض، ولكن لو جبت حته خشبه جزيئاتها بعيده، دي معناها ان الزحمه عاليه يعني الدنستي عاليه يعني وزنها يبقى اكبر، ولكن دي معناها الدنستي اقل يعني جزيئاتها بعيده عن بعض. يبقى بالتالي الدنيا. ومش بس كده انت لو خدت واحده من عند الموليكيول، واحده من عند الايرون، وواحده من عند الوود، هتلاقي الواحده بتاعت الايرون اتقل، يعني هنا الواحده اتقل والمسافات اقرب، فده معناه دنستي اعلى او كثافه اعلى او قرب جزيئات اعلى. طيب في قانون للدنستي. الدنستي بالمناسبه الرمز بتاعها رو، الرمز ده اسمه رو شبه حرف البي بس هو مش بي، اسمه رو RH0. الدنستي ايه القانون بتاعها؟ بتساوي ماس اوفر فوليوم. الماس لو كانت بالكيلو جرام
والفوليوم بالمتر كيوب، فالدنستي هتتقاس بده على ده، يعني كيلو جرام بير متر كيوب. اي حاجه تقيس ماس على اي حاجه فوليوم تدي دنستي. يعني ينفع كيلو جرام بير متر كيوب، ينفع جرام بير سنتيمتر كيوب، ينفع جرام بير لتر، ينفع كيلو جرام بير لتر. ما هو الاربع حاجات دول اي حاجه عليها 3، يعني متر كيوب، سنتيمتر كيوب، ملي متر كيوب، وليتر، الحاجات دي كلها بتاعت الفوليوم. اي حاجه فيها جرام تبقى ماس، فاي حاجه ماس على فوليوم يبقى دي بتقيس الدنستي، يبقى كل اليونتس دي مظبوطه 100%. في حاجه ثانيه اسمها ريلاتيف دنستي. ايه هي الريلاتيف دنستي؟ هي معناها الدنستي بتاعت اي سبستانس، يعني اي ماده مقسومه على الدنستي بتاعت الووتر. يعني مثلا هناخد كمان شويه ان دنستي الووتر ب 1000 كيلو جرام بير متر كيوب، وانا قلت لك ان الدنستي بتاعت السبستانس مثلا يعني ب 8000 كيلو جرام بير متر كيوب، وطلبت منك تحسب لي الريلاتيف دنستي. ايه القانون بتاع الريلاتيف دنستي؟ هتقسم الدنستي بتاعت السبستانس على الدنستي بتاعت الووتر، يعني 8000 تقسمها على 1000، هتحسب الكلام ده هيطلع لك 8. هي ايه ال 8 اللي طلعت دي؟ الريلاتيف دنستي معناها الرقم ده قد الووتر كام مره، ففعلا 8000 قد ال 1000 8 مرات، فكلمه ريلاتيف دنستي معناها انك تقسم الماده على الووتر عشان تعرف هي قد الووتر كام مره. بالمناسبه الريلاتيف دنستي ما عندهاش يونت، ليه؟ عشان هي عباره عن ريشيو ما بين حاجتين عندهم نفس اليونت، قسمت حاجتين على بعض فاليونت راحت مع بعضها. طيب الدنستي بتاعت الووتر بقى ده موضوع الدرس، ده اهم حاجه. الدنستي الووتر بتساوي 1000 كيلو جرام بير متر كيوب او 1 جرام بير سنتيمتر كيوب، الاثنين دول بيكافئوا بعض، نفس القيمه بالظبط. ال 1 جرام بير سنتيمتر كيوب بيساوي 1000 كيلو جرام بير متر كيوب، بس الرقمين دول ليهم شرط عند درجه حراره 4. ايه القصه دي؟ لقينا يا سيدي ان عند درجه حراره 4 الميه عندها اعلى دنستي، اعلى دنستي الووتر عند درجه حراره 4. ايه هي اعلى دنستي؟ اللي هم الرقمين دول يعني. عند البيور ووتر اعلى درجه او اعلى دنستي عند درجه حراره 4. طب لو انا درجه حرارتي بعد ال4 بشويه عند ال8 مثلا هتلاقي الدنستي ديكريزز. طب لو انا ماشي من ال4 رايح لل2 هتلاقي الدنستي برضه ديكريزز. طول ما انت بتقرب من درجه حراره 4 هتلاقي الدنستي بتزيد، طول ما انت بتبعد عن درجه حراره 4 هتلاقي الدنستي بتقل. نفس الكلام في الفوليوم بس معكوس، كل ما ازيد عن ال4 يعني امشي بعيد عن ال4 الدنستي بتقل بس الفوليوم بيزيد، وكل ما اقرب من الفور الدنستي بيزيد بس الفوليوم بيقل. ما هم الدنستي والفوليوم عكس بعض. لو رجعت بصيت على الرسمه من شويه في اي مثلث في الدنيا اي حاجتين مرسومين في نفس المكان كده باي بعض ده معناه ان العلاقه بينهم انفرس. بالمناسبه المثلث ده لو عايز احسب الدنستي فهي بتساوي ماس على فوليوم. طب لو عايز الماس هتساوي الباي بتاع الاثنين دول، دنستي باي فوليوم. طب لو عايز الفوليوم هيساوي ماس على دنستي. ايا كان هو عايز مين اقسم الحاجه على الثانيه واعملهم ملتبلاي زي ما يطلع وتجيب الاجابه. ولازم وانت بتحل تتاكد ان الماس كيلو جرام والفوليوم متر كيوب، او يكون جرام وسنتيمتر كيوب، ما ينفعش احل بميكس ما بينهم. طيب يا سيدي كده دي الدنستي بتاعه الووتر. بعد كده في جزء مهم قوي، الكائنات الحيه بتقدر تعيش تحت التلج ليه؟ لان التلج من المواد اللي عندها دنستي او دنستي بتاعه الايس اقل من الدنستي بتاعه الووتر، وطالما الدنستي بتاعه الايس قليله يبقى يقدر يعمل حاجه اسمها فلوت، بيطفو على سطح الميه والميه تبقى تحتيه عادي، الميه تبقى هي الثقيله. يبقى خلي بالك الايس لما يوصل لدرجه حراره زيرو معناها انه بعد عن الفور، كل ما تنزل درجه الحراره بتزيد 1 2 3 لحد ما توصل درجه حراره 4 خالص، 4 تحت خالص او تكمل كمان عادي. المهم اللي عايز اوصله لك ان كل ما تنزل لتحت معناها ان التمبريتشر بتزيد، وفوق هتلاقي درجه الحراره اقل. عشان كده الكائنات الحيه بتحب تعيش تحت التلج عادي جدا، او تقدر تعيش تحت التلج عشان التلج اخف من الميه. طب لو كان التلج اتقل كان التلج نزل تحت وهم اللي طلعوا فوق، فكان هيجمدوا هم كمان من الهواء الساقع. طيب يبقى كده عرفنا الكائنات بتعيش تحت الميه ليه، عشان الدنسي بتاعت الايس اقل من الدنسي بتاعت الووتر. هو احنا بنقيس الدنسي ازاي؟ عن طريق جهاز اسمه هيدروميتر. الهيدروميتر ده تركيبه عباره عن ايه؟ عباره عن جلاس بلب، حته ازاز كده تحت تخينه شويه، وعباره عن جلاس تيوب، ازازه رفيعه كده لحد فوق، جواها شويه مواد تقيله، ليد بولز، يعني كور كده مصنوعه من الليد تكون تقيله، او ميركوري سائل كده برضه يكون تقيل. ليه حاطين ماده تقيله هنا؟ فور فيرتيكال ستابلايزيشن، عشان يفضل ثابت ما يميلش يمين وشمال. طيب ليه الجزء اللي تحت ده كده تخين او واسع شويه؟ فور بوينسي. يعني ايه بوينسي؟ الطفو او خليه فلوت. يبقى احنا عاملين الجزء ده تخين ليه؟ عشان يعمل فلوت. طب عاملينه تقيل ليه؟ عشان يبقى ستيبل. يبقى في سببين، هو ستيبل عشان هو تقيل، وبيعمل فلوت عشان الحته دي كبيره. طيب خلي بالك ملحوظه مهمه قوي، مترقم من فوق لتحت، يعني اللور سكيل الرقم اللي تحت معناه هاي دنستي، الرقم اللي فوق معناه لو دنستي. يبقى اللور سكيل السكيل اللي تحت معناه هاير دنستي.
بيشتغل ازاي بقى؟ لو كان السائل خفيف قوي هتحط جواه الهيدروميتر هتلاقيه غرق لتحت. ليه غرق لتحت؟ عشان يديك رقم صغير. اهو بناخد الرقم اللي على السطح ده. لو كان السائل تقيل كنت هتلاقي الهيدروميتر فوق. ما هو السائل لو خفيف اي حاجه تخش جواه فده ينزل لتحت. السائل لو تقيل عنده دنسيتي كبيره هيزق الهيدروميتر لفوق. بعد كده هنتكلم على الدنسيتي اوف ووتر ان اوشنز افكتد باي 3 حاجات. يعني الدنسيتي بتاعت الميه في المحيطات بتتاثر ب3 حاجات. اول حاجه البريشر، الضغط. كل لما تنزل تحت الميه كل لما البريشر بيزيد فالجزيئات تقرب من بعض فالدنسيتي تزيد. ده معناه ان الدنسيتي بتاعت الميه اللي تحت المحيط اتقل من الدنسيتي بتاعت الميه اللي فوق خالص. طيب السالينيتي، الملح. كل لما كميه الملح في الميه تزيد معناها ان الدنسيتي بتاعت الميه بتزيد. طب التمبريتشر بقى ما اقدرش اقول دايركت ولا انفرس، ما اعرفش، حسب. يعني لو انت بتقرب من الفور هتلاقي الدنسيتي بتاعت الووتر بتزيد، لو انت بتبعد عن الفور هتلاقي الدنسيتي بتاعت الووتر بتقل. طيب اختلاف الدنسيتي اللي احنا لسه بنتكلم عنه ده، ان في فروقات في الدنسيتي ما بين اماكن والثانيه، ادى الى 3 حاجات. حركه الهيت والسولت، حركه الاملاح والحراره. تفتكر الحراره تمشي من فين؟ من التو بولز، من القطبين للتروبكس، ولا من التروبكس للتو بولز؟ طبعا هتمشي من التروبكس للتو بولز، من الاماكن الاستوائيه للاماكن القطبيه. طب النيوتريانس، الاغذيه بتيجي منين؟ من تحت المحيط لفوق ولا من فوق لتحت؟ من تحت لفوق. السمك بيطلع من تحت لفوق، يبقى من ديب اوشن للسيرفيس اوشن. اخر حاجه بقى الفريش ووتر، بتتحرك من الانهار للديفرنت بليسز، مش قايل مين هي البليسز فمش مهم. طيب بعد كده هنتكلم على السبيسيفيك هيت كاباسيتي، بس قبل ما نتكلم عليها محتاجين نراجع مع بعض شويه حاجات او نتاكد على شويه حاجات قبل ما نتكلم يعني ايه سبيسيفيك هيت اصلا. بص يا سيدي، في حاجه اسمها internal energy. يعني ايه internal energy؟ هي عباره عن السم او مجموع الكاينيتيك انرجي بلس البوتنشال انرجي اللي جوه الجسم ده. هناخدها بالتفصيل بعدين فممكن نعديها مؤقتا. يعني ايه internal energy؟ it is the sum of kinetic and potential energy. بالمناسبه كل ما الجسم يسخن اكتر درجه حرارته تزيد، معناها انه يقعد يعمل فايبريشن زي الميه. لما تسخن ميه على النار وتغلي تلاقيها بتتحرك بتتهز. فالحركه دي معناها ان هي زودت الكاينيتيك انرجي، يعني الفايبريشن بيزيد. كل ما درجه الحراره تزيد الفايبريشن يزيد فالكاينيتيك انرجي هيزيد. طيب تعال نشوف الناحيه دي. معنى كلمه هيت، الهيت هي نوع من انواع الانرجي وبتتقاس بالجول لان هي نوع من انواع الانرجي. هيت انرجي زي لايت انرجي، ساوند انرجي، الحاجات دي كلها. وبتنتقل من الجسم اللي عنده هاي تمبريتشر للجسم اللي عنده لو تمبريتشر، من الجسم السخن للجسم البارد. في حاجه بتنتقل اسمها هيت ما اسمهاش تمبريتشر. طب ايه هي بقى التمبريتشر؟ التمبريتشر دي هي عباره عن quantitative description، يعني رقم كده بيوصف لي او بيعرفني اذا كان الجسم ده هوت اور كولد، يعني بتعبر لي عن الهوتنس اور كولدنس. بتتقاس بحاجه اسمها سيليزيوس او كلفن، سيليزيوس اور كلفن. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ تعالوا نفتكر مع بعض بقى التحويلات دي. لو انا عندي رقم مثلا 20 ديجري سيليزيوس وعايز احوله كلفن هزود عليه 273 فيطلع لي الرقم ده مثلا كام؟ 293. طب لو عندي 30 وعايز احولها كلفن هتزود 273 فيطلع لك 303 كلفن. يعني من الاخر لو انت معاك الرقم بالسيليزيوس وعايزه كلفن زود عليه 273. لو انت عندك كلفن اللي هو الكبير وعايز ترجع ماينس 273. ملاحظه مهمه، السيليزيوس هنا كان 20 بقى 30 زاد عليه 10، والكلفن هنا كان 293 بقى 303، دول برضه زادوا 10. هنا زاد 10 وهنا زاد 10. يعني الزياده او التغير في السيليزيوس هو التغير في الكلفن. يعني درجه حرارتك لو زادت في السيليزيوس 5 هتروح تحول الرقمين لكلفن هتلاقيهم برضه الفرق بينهم 5. يعني من الاخر لو جيت اقول لك تشينج ان تمبريتشر 5 سيليزيوس يبقى التشينج ان تمبريتشر 5 كلفن. طب التمبريتشر زادت 5 سيليزيوس يبقى زادت 5 كلفن. الزياده والنقص والتغير هو بس الرقم نفسه لو عايز تحوله بتزود عليه 273. دلوقتي نقدر نتكلم على السبيسيفيك هيت. يعني ايه اصلا كلمه سبيسيفيك هيت؟ معناها هي كميه الهيت اللي انت محتاجها عشان تسخن ماده وزنها 1 كيلو جرام تسخنها 1 ديجري سيليزيوس، ترفع درجه حرارتها. يعني مثلا كانت 20 جبت كيلو ميه درجه حرارته 20 هسخنه على النار هياخد مني حراره قد ايه عشان يوصل ل 21؟ يبقى السبيسيفيك هيت معناها كميه الهيت اللازمه عشان ترفع التمبريتشر تو ريز تمبريتشر 1 ديجري سيليزيوس او تو ريز تمبريتشر اوف سبستانس اتس ماس 1 كيلو جرام عشان ترفع درجه حراره ماده وزنها كيلو جرام 1 ديجري سيليزيوس او 1 ديجري كلفن. ما هو الزياده هي سيليزيوس هي الكلفن. طب ايه القانون بقى بتاعها اللي ممكن نستخدمه؟ لو عايز تحسب الكوانتيتي اوف هيت كميه الحراره
دي بتتقاس بالجول بالمناسبه، فهي بتساوي الماس اللي هي بتتقاس بالكيلو جرام مضروبه في السي. السي ده اختصار كلمه سبيسيفيك هيت اسمها سي، وبالمناسبه بتتقاس بيونت اسمها جول بير كيلو جرام باي كلفن او كيلو جرام باي سيليزيوس، مش فارقه. يعني لو عندي 1000 جول بير كيلو جرام باي كلفن هي 1000 جول بير كيلو جرام باي سيليزيوس. لو غيرت السي والكي هنا مش هتفرق عشان ده تشينج، قلت لك في التشينج هم زي بعض. طيب يبقى دي السي اللي هي السبيسيفيك هيت، ودي بتتقاس بالجول بير كيلو جرام باي سيليزيوس او باي كلفن، والدلتا تي معناها التمبريتشر تتقاس بقى بسيليزيوس او كلفن مش فارقه عشان ده تغير تشينج. لو طلب مني في المساله الام، لو عايز الماس، فالماس هتساوي اللي فوق على اللي تحت، يعني كيو على الباي بتاع الاثنين دول. طب لو طلب مني السي اللي هي السبيسيفيك هيت هيساوي الكيو على الاثنين دول اللي هو ام دلتا تي، وهكذا. لو طلب منك اي حاجه هتساوي اللي فوق على الاثنين اللي تحت. طب لو طلب الكيو نفسها هيبقى المالتيبلاي بتاع الثلاثه دول. السؤال بيجي ازاي؟ ايا كان شكل السؤال، اول ما تشوف حاجه يعني ماشي، تعال نشوف سؤال يا سيدي. مديك حته حديد كالعاده، وزنها 10 كيلو، درجه حرارتها 20، عايزين نخليها 30، والسبيسيفيك هيت مثلا ب 1200. فكده هو عايز الكيو. هنعمل الام اللي هي بالكيلو جرام، اهي بالكيلو جرام 10. طب لو اداني بالجرام، لو اداني حاجه بالجرام هعمل لها ديفايد 1000، هخليها كيلو جرام الاول. باي السي، مين السي؟ اهو رقمها مديهولنا 1200. طب مين الدلتا تي؟ التغير، هي كانت 20 بقت 30، يبقى التغير ب 10 ونحسب الرقم ده. وخلي بالك ان الكيو ممكن تكون بوزيتيف او نيجاتيف. الكيو هتبقى بوزيتيف لو انت بتكتسب حراره، يعني مثلا كنت درجه حرارتي 20 بقت 30 كده اكتسبت حراره فالكيو بوزيتيف. لو انا فقدت حراره كانت 20 وبقت 10 فقدت حراره، ساعتها تلاقي الكيو هتبقى بالنيجاتيف. طيب يبقى ايا كان شكل السؤال هيديك 3 حاجات ويطلب الرابعه، ما تقلقش منها خالص. الحاجه الثانيه، هو السبيسيفيك هيت معتمد على ايه؟ معتمد على التايب والستيت والامبيورتيز. يعني مثلا لو جيت قلت لك هو ايه علاقه السبيسيفيك هيت مثلا بالتمبريتشر، هتلاقي السبيسيفيك هيت ثابته، كل ما درجه الحراره تزيد السبيسيفيك هيت ثابته. بالمناسبه السبيسيفيك هيت عمرها ما تتغير الا اذا غيرت حاجه من 3. غيرت نوع الماده، جبت مثلا ووتر خليتها مثلا حديد، غيرت نوع الماده، او تغير الستيت، جبت ووتر خليتها ايس، كده السبيسيفيك هيت تتغير. طب الامبيورتيز، جبت ميه حطيت عليها ملح. ال3 حالات دول يغيروا السبيسيفيك هيت. بس انا جبت كيلو ميه وجبت 100 كيلو ميه، نفس السبيسيفيك هيت. جبت ميه سخنه وميه ساقعه، نفس السبيسيفيك هيت. يبقى خد بالك السبيسيفيك هيت مش هتتاثر بالتمبريتشر ولا بالماس ولا باي حاجه غير ال3 اللي انا كاتبهم قدامك دول. على فكره تقريبا يعني الى حد ما نفس الكلام في الدنستي. قلنا من شويه الدنستي لو انا جبت حته حديده كبيره وحته حديده صغيره الاثنين نفس الدنستي. جبت حته خشبه صغيره وحته خشبه كبيره نفس الدنستي. طالما نفس الماده يبقى نفس الدنستي. امتى الدنستي تتغير؟ لو انت جبت ماده جديده. تمام؟ طيب فكده تقريبا عرفنا السبيسيفيك هيت متوقفه على ايه. بعد كده عندنا جزء مهم قوي بتاع السي بريز اللي هو نسيم البحر. الميه من المواد اللي عندها اعلى سبيسيفيك هيت تقريبا في الدنيا، هاي سبيسيفيك هيت. بما ان هي عندها سبيسيفيك هيت عاليه فده معناه ان هي مش بتغير درجه حرارتها بسهوله. خلي بالك لو جبت لك ماده اكس وواي ودبليو وزد وسخنتهم كلهم، اكتر ماده بتسخن دي اضعف ماده، اكتر ماده ماسكه نفسها وسخنت حبه صغيرين دي اقوى ماده. اقوى ماده يعني عندها هاي سبيسيفيك هيت. لو جبت شويه ميه وكذا ماده جنبها وسخنتهم كلهم على النار، الميه ارخم ماده هتسخن، اصعب ماده هتسخن عشان عندها هاي سبيسيفيك هيت. فكل ما الماده تسخن كتير قوي معناها ضعيفه، لو سخنت حبه صغيرين يبقى دي ماده قويه. فالمهم الوتر من المواد اللي بتسخن بصعوبه، فتلاقي الشمس لما تيجي على الرمله تسخن الرمله عادي، لما تيجي على الميه ما تعرفش تسخن الميه قوي، عشان كده تنزل الميه تلاقيها ساقعه شويه عادي في الصيف. فتلاقي الميه بما ان هي ساقعه شويه فعندها كولد اير، الرمله سخنه فعندها هوت اير. الهوت اير بقى ده خفيف فبيطلع لفوق، دايما الهواء السخن بيبقى خفيف، فالهواء الساقع يجي لك مكانه فتبقى قاعد قدام البحر وتحس بهواء ساقع جاي عليك. ماشي يا سيدي. بعد كده عندنا حاجه اسمها latent heat of vaporization، يعني الحراره الكامنه. كلمه latent معناها كامنه يعني مستخبيه. الحراره المستخبيه ليه مستخبيه اصلا؟ هنتكلم عنها حالا دلوقتي. تعال نشوف ليه. بالمناسبه الميه عندها برضو هاي latent heat عشان هي عندها هيدروجين بوند. طب تعال نشوف بقى يعني ايه كلمه latent heat دي. الليتنت هيت لو عايز تقول الديفينيشن بتاعها هي الانرجي ابزوربد، هي كميه الحراره الماده بتمتصها to change liquid to gas without a change in temperature. يعني جبت شويه ميه سخنين، درجه حراره الميه 100، فضلت اسخن الميه خلاص سخنتها لحد ما بقت 100،
بعد ما بقت 100 عمال اسخن اكتر، عمرها ما تبقى 101، هتفضل 100 برضه. ايه ده؟ امال الحراره اللي بديها لها دي بتروح فين؟ الميه بتاخد الحراره تقوم مطلعه البخار، تطلع بخار، يعني بتحول حالتها من ليكويد لجاز، بس مش بتسخن اكتر من كده. هي بتبقى درجه حرارتها 100 والبخار برضه 100. يبقى الحراره اللي بتوصل لها دي بتعمل بيها تشينج ان ستيت مش تشينج ان تمبريتشر. فالرسمه اللي قدامنا دي مثلا عندك حته ثلجايه، الثلجايه تسخن 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 لحد ما تسيح، تبدا تبقى ثلج وميه مع بعض، تمام؟ بعد كده تبقى ميه بس، تقعد تسخن تسخن لحد ما الحته اللي لسه بقى اهي، لحد ما تبقى ووتر مع فيبر. مع ان عمال اسخن بس درجه الحراره هي 100، درجه الحراره 100، مع ان عمال اسخن اسخن اسخن. امال هي 100 ليه؟ عشان بتاخد الطاقه اللي انت بتديها لها تتحول من ووتر لفيبر لحد ما تبقى فيبر وهكذا. تمام يا سيدي؟ طيب ايه بقى تاثير الحراره على الكائنات الحيه؟ بصراحه الكائنات الحيه ما بتحبش التغيرات المفاجئه في درجه الحراره. معظم الكائنات اللي مش بتحب التغير المفاجئ في درجه الحراره بتحب تعيش في الميه، لان الميه بيبقى صعب جدا تسخن، يعني الميه عليها شمس طول النهار ما بتسخنش بسهوله، فتلاقي الكائنات اللي ما بتحبش التغير المفاجئ بتعيش جوه الميه، وخصوصا لو ما بتحبش التغير خالص بقى وحساسه قوي تعيش تحت الميه خالص بعيد عن اي دوشه بره. زي الكورال ريفز كده، بتعيش في مكان وورم دافي، فتلاقي تعيش جوه الميه بس قريب من السطح شويه عشان ايه؟ تبقى دافيه شويه، ما تبقاش ساقعه قوي في الثلج ولا سخنه قوي تبقى قدام الشمس او في الرمله مثلا. طيب في كائنات، في نوعين من الكائنات، يا اما ورم بلادد يا اما بويكيلوثيرمس او كولد بلادد. الورم بلادد هم الكائنات اللي جسمهم من جوه مش بيتاثر بالتمبريتشر اللي حواليه، زي البني ادمين، زي الماملز والبيردز، مهما حصل حوالينا جسمنا من جوه سخن. البويكيلوثيرمس او كولد بلادد هي الكائنات اللي درجه حراره جسمهم من جوه هتبقى زي درجه حراره البيئه اللي حواليهم من بره، زي الامفيبيانز بعضهم وبعض الريبتايلز وبعض الفيش، في بعض الاسماك بنسميهم كولد بلادد اورجانيزمز. طيب ده كده كان الدرس الثالث. الدرس الرابع وهو السوليوشنز. السوليوشنز بمنتهى البساطه يعني ايه سوليوشن اصلا؟ يعني حاجتين محطوطين على بعض، ماده صلبه بندوبها اسمها سوليوت، وماده سائله بندوب فيها اسمها سولفنت. لو انت حطيت اي مثلا شويه ملح على ميه وقلبتهم بنسميهم سوليوشن. تمام يا سيدي؟ يبقى السوليوشن ده بيتكون من حاجتين، سوليوت وسولفنت. السوليوت معناها الماده اللي احنا بندوبها جوه الميه، ولكن السولفنت هو الميه نفسها اللي احنا بندوب فيها. طيب وبالمناسبه قلنا من شويه ان كل ما الملح بيزيد او الكونسنتريشن بيزيد فالدنستي برضه بتزيد. طيب كمان حاجه، لو انا عندي كوبايه ميه بملح، لو عايز التركيز يزيد هزود ملح ولا ازود ميه؟ هزود ملح. يعني ايه؟ يعني كلمه concentration increases معناها ان الملح او السوليد او الماده الصلبه هي اللي زادت اللي احنا بندوبها. تمام؟ او السوليد او السولت هو اللي زاد. يبقى لما اقول لك concentration يزيد تفهم الملح اللي زاد، اكيد مش الميه. طيب في حاجه اسمها aqueous solution. يعني ايه بقى الاكيوس سوليوشن ده؟ هو السوليوشن اللي السولفنت بتاعه ووتر. على فكره مش شرط ووتر، هو اي ماده في الدنيا، بس لو كلمه سوليوشن دي معناها ماده سائله وماده صلبه، بس الاكيوس سوليوشن بالذات لازم ووتر بقى. طالما قلت اكيوس معاها يبقى دي ووتر. طب السوليد بتاعها ايه؟ لازم تكون ماده بتدوب في الميه. يعني جبت لك مثلا رمله وميه، ده مش اكيوس سوليوشن. لو جبت لك ميه وملح ده اكيوس سوليوشن، عشان ميه وحاجه بتدوب في الميه دي بنسميها اكيوس سوليوشن. لو جبت حاجه غير الميه يبقى سوليوشن عادي بس مش اكيوس. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها كوليجيتيف بروبرتيز او الصفات اللي معتمده على كميه الملح. يبقى خلي بالك كوليجيتيف بروبرتيز ديبند اون كونسنتريشن او ديبند اون نمبر، معتمده على كميه الملح اللي انت حطيتها او كميه السكر او كميه اي حاجه، مش معتمده على نوع الماده اللي انت حطيتها، معتمده على الكميه. يبقى كوليجيتيف بروبرتيز هي الصفات المعتمده على النمبر نوت اون تايب، مش معتمده على النوع. طيب تعال نفرق ما بين 4 صفات مهمين قوي: فيبر بريشر، بويلنج بوينت، فريزنج بوينت، اوسموتيك بريشر. يعني ايه فيبر بريشر؟ لو انت عندك كونتينر مقفول جواه شويه ميه كده وسخنته، فهيطلع منها شويه بخار، اهو البخار هيطلع لفوق. البخار ده بيعمل، طبعا البخار ده بيفضل طالع نازل برضه، بينزل تاني، بيخبط وينزل تاني، فبيعمل بريشر او بيضغط على الميه او بيضغط على الغطاء بتاع الازازه ايا كان، يعني في فيبر بريشر، في ضغط. احيانا لما يكون الكميه اللي طالع قد اللي نازل بنسميها ايكوليبريم. يبقى ده في حاله دايناميك ايكوليبريم، حاله توازن. طيب حاجه ثانيه، كل لما نزود الملح في الميه لقينا حاجه غريبه قوي، لقينا كميه البخار بتقل. يعني العلاقه ما بينهم انفرس، كل لما نزود الملح او كل لما نزود السولت او السوليوت، كل ما نزود الملح معناها البخار او كميه البخار بتقل. ليه؟ عشان كل ما ازود ملح اكتر معناها قوه التجاذب او الاتراكشن ما بين الجزيئات بيزيد.
بسبب التجاذب. كل ما احط ملح، الملح بيخلي الميه متماسكه اكتر، فالبخار اللي بيطلع منها قليل. طب البويلنج بوينت، مش لسه قايل لك لو انت عندك شويه ميه حطيت عليهم ملح البخار هيبقى قليل، يعني الغليان هيبقى صعب. الميه في الطبيعي بتغلي عند درجه حراره 100، طب لو ميه بملح لا تغلي عند 100 وشويه، فتلاقي البويلنج بوينت بتزيد كل ما كميه السوليوت او كميه الملح بتزيد. يبقى دي علاقه دايركت، عشان كل ما نزود الملح، يعني جبت لك ميه عاديه وميه بملح، الميه بملح تغلي عند 100 وشويه، الميه العاديه تغلي عند 100 بس. كمان لقينا حاجه غريبه قوي بتحصل، لو انت خدت كوبايه الميه او برميل او ايا كان رايح تغلي كوبايه الميه دي فوق الجبل، لو كل ما تطلع فوق الجبل بنلاقي انه البريشر بيقل، الضغط اللي على الميه بيقل. وانت واقف على الارض هنا عليك ضغط كتير، الهواء فوق دماغك لحد السماء فوق. لو طلعت فوق الجبل بقى فوقيك هواء حبه صغيرين بس لحد السماء. يعني كل ما نطلع لفوق البريشر بيقل، وبالتالي البويلنج بوينت بتقل. يعني لو عندك ميه بتغلي على الارض عند درجه حراره 100، عايز تخليها تغلي عند 105، حط عليها شويه ملح واغليها هتغلي عند 105. عايز تخليها تغلي عند 95، اطلع بيها فوق جبل واغليها. يبقى كل ما تطلع لفوق البريشر بيقل، فالبويلنج بوينت بتقل. يعني البريشر والبويلنج بوينت دايركت على فكره. طيب هو امتى الميه بتغلي؟ لما يكون البريشر بتاعها او الفيبر بريشر اللي خارج منها بيساوي الاتموسفيريك بريشر اللي جاي من بره. لو دول يساووا بعض الميه تبدا تتحرك لفوق. لو الاتموسفيريك بريشر اكتر الميه مش هتغلي اصلا. تمام يا سيدي؟ يعني خلاصه الكلام، زود ملح تزود البويلنج بوينت، اطلع فوق الجبل تقلل البويلنج بوينت. تمام. بعد كده الفريزنج بوينت. الفريزنج بوينت تقريبا نفس القصه، الميه الطبيعيه بتغلي عند زيرو، ولكن لو حطيت عليها شويه ملح هتبقى متماسكه اكتر، فمحتاجه سقع اكتر عشان تتجمد، فتلاقي مثلا بتتجمد عند نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 لو حطيت عليها ملح. وبالتالي اللي عايز اقوله لحضرتك ان الفريزنج بوينت بتقل كل ما ازود كميه السوليد او كميه الملح، يعني العلاقه ما بينهم انفرس، العلاقه انفرس. وبالتالي اهي نكتب هنا انفرس، العلاقه انفرس، عشان كده كل ما ازود كميه الملح كل ما الفريزنج بوينت بتقل. يعني الميه لو بتتجمد عند زيرو حط عليها ملح تتجمد عند نيجاتيف 5 مثلا. عشان كده في الدول الاوروبيه بيحطوا ملح على الميه لما تنزل من المطره. ليه؟ to decrease the freezing point. طب ليه يقلل الفريزنج بوينت؟ عشان الميه تفضل ميه ما تتجمدش تبقى ثلج. تمام؟ ما هو انت لو حطيت عليها ملح هتبقى صعبه تتجمد، عشان برضو الاتراكشن فورس او قوه التماسك ما بينهم. طيب بعد كده الاسموتيك بريشر. الاسموتيك بريشر معناها قوه سحب الميه. فلو افترضنا ان انت عندك ايه زي ممبرن كده في النص، زي غشاء في النص هنا كده، وعندك ميه الناحيه دي اهي، ووتر هنا، وعندك شويه ووتر هنا كمان، ولكن واحده فيهم عندها جزيئات الملح هنا قليله، ولكن جزيئات الملح هنا كتيره، فبيتولد حاجه اسمها اوسموتيك بريشر. بص يا سيدي، بس خلي بالك الاثنين ميه قد بعض بالظبط، هنقفلهم اهم. يعني الميه اللي هنا قد اللي هنا، تمام؟ الاثنين دول نفس الليفل كده، نفس المستوى، بس في بينهم سيمي بيرميبل، ورقه كده عندنا في المعمل بتسمح بمرور الميه. فايه اللي حصل بقى؟ لقينا انه كميه الميه اللي عندها ملح كتير قوي بتسحب الميه من هنا ناحيتها. تاني، يبقى خلي بالك الجزء اللي عنده ملح كتير تحس انه عطشان، فبيسحب الميه ناحيته اكتر. فلما يسحب الميه ناحيته بعد شويه هتلاقي المنظر عامل كده، هتلاقي الميه هنا كتيره والميه هنا قليله. يبقى لو جه سالك الميه بتتحرك منين؟ بتتحرك من المكان اللي عنده ملح قليل للمكان اللي عنده ملح كتير. وعلى فكره ممكن نقولها بشكل مختلف، ممكن بتمشي من المكان اللي عنده ميه كتير للمكان اللي عنده ميه قليله. ما هو طالما ده ملح كتير يبقى ميه قليله، وطالما هنا ملح قليل يبقى ميه كتير. تاني كده اخر حاجه بسرعه، الميه بتمشي من فين لفين؟ بتمشي من اللي عنده ملح قليل للي عنده ملح كتير، عشان هو عطشان فبيسحب الميه ناحيته، او بتمشي من الميه الكتيره للميه القليله، هي نفس المعنى بالظبط. طيب يبقى ده معناه ان كل ما ازود كميه الملح كل ما الاوسموتيك بريشر بيزيد، يعني هو كمان دايركت. طيب الدرس الخامس والاخير، وده بيتكلم على حاجه اسمها بيولوجيكال امبورتنس اوف ووتر، الاهميه البيولوجيه للووتر. بص يا سيدي، اول حاجه هنتكلم على السيل. يعني ايه سيل اصلا؟ السيل هي البيزك يونت اوف ذا لايف، يعني هي الوحده الاساسيه للحياه. كل الكائنات اصغر جزء في جسمك هو حاجه اسمها السيل. يعني جسمنا كلنا بيتكون من سيستمز، اجهزه، كل جهاز بيتكون من تيشو، كل تيشو بتتكون من الاول بس سيستم، اورجانز، تيشو، سيل. اصغر حاجه في جسمك هي السيل. زي بالظبط العماره دي بتتكون من حيطان وشقق وما اعرفش ايه، بس اصغر حاجه هي الطوبه. ففي جسمك اصغر حاجه هي السيل، فبنسميها السمولست بيلدينج يونت، يعني اصغر وحده بناء. السيل يا سيدي جواها حاجتين، يا اما مكونات اورجانيك، مكونات طبيعيه
زي البروتين والليبيدز والكربوهيدرات. اي سيل في الدنيا جواها المكونات اورجانيك وجواها مكونات ان اورجانيك زي السولتس والووتر. بمناسبه الووتر بقى، قال لك ان اي جسم في الدنيا وزن جسمه 70% منهم ووتر. الماملز يعني الكائنات الحيه زي الانسان زي الانسان وال... والحيوانات اللي بتولد يعني مش بتبيض، يعني مش دعوه بالطيور. فمن الاخر الماملز 70% من جسمهم ميه، يعني انت لو وزنك 100 كيلو 70 كيلو منهم ميه. حلو الكلام. لقينا ان 47% او 47% من الميه دي موجوده جوه السيلز، عشان كده ربطناهم ببعض. و23% من الميه دي موجوده بره السيلز. يعني ايه بره السيلز؟ موجوده في الدم بقى، موجوده في اذر فلويدز، في العرق، في اي مكان تاني غير السيلز. يبقى جسمك 70% ميه، وعرفنا تقسيمتهم ماشيه ازاي. هنقسم السيلز لنوعين، يا اما حاجه اسمها بروكاريوتس يا اما حاجه اسمها يوكاريوتس. ايه الفرق ما بين البروكاريوتس واليوكاريوتس؟ الاثنين سيلز، بس البروكاريوتس هي عباره عن السيلز اللي عندها جينيتك ماتيريال بس ما فيش حواليها نيوكلير ممبر، ما فيش غشاء كده بيغطيها. ولكن اليوكاريوتس هي عباره عن سيل عندها جينيتك ماتيريال حواليها نيوكلير ممبر. فهنا دي حاجات ما عندهاش doesn't have nuclear membrane. وزي ايه؟ زي البكتيريا، والبكتيريا بالمناسبه عندها وان سيل، يعني هي وان سيل، هي كائنات بدائيه جدا، عندها خليه واحده بس، هي جسمها كله خليه واحده، وما عندهاش نيوكلير ممبرين بيغطي الجينيتك ماتيريال. طيب يبقى ده شكل الرسمه بتاعتها. بس بالمناسبه عندها ايه؟ حاجه كده بتدعمها من بره وبتخليها قويه شويه، ما خلاص بقى هي سيل واحده فعايشه بايه؟ لازم تعيش بغلاف قوي شويه، فعندها ماده اسمها بيبتي دوج لايكن. هو ايه البيبتي دوج لايكن ده؟ دي الماده اللي حواليها في السيل وول بتاعتها عشان تديها شكل وتديها ريجيديتي، يعني صلابه. اصل الماده دي يعني اصل الجسم ده هو خليه واحده وان سيل، فضعيفه جدا، فربنا خلق لها غشاء بره زياده او على السيل وول بتاعتها اسمه بيبتي دوج لايكن عشان يديها صلابه. طب ايه بقى اليوكاريوتس دول؟ دول عندهم نيوكلير ممبر، عندهم غشاء حوالين الجينيتك ماتيريال، ومتقسمين لاربع كينجدمز او اربع ممالك. تعال نتكلم عنهم الصفحه الجايه. ايه الاربع ممالك دول؟ حاجه اسمها بروتاستس او بروتاستا، تنفع برضو، فانجاي، بلانتس، انيمالز. تعال نتكلم عن كل واحده فيهم. خد بالك هم الاربعه يوكاريوتس، يعني هم الاربعه عباره عن سيلز حواليها نيوكلير ممبر. البروتاستس معظمهم يوني سيلر، معظمهم كائنات ضعيفه، خليه واحده شبه البكتيريا، بس البكتيريا مالناش دعوه بيها عشان هي هنا، عشان هي في البروكاريوتس، ولكن احنا حاليا هناك. هنبدا نمشيهم واحده واحده من الصغير للكبير، تمام؟ اصغر حاجه اسمها بروتاستس، معظمها بتتكون من وان سيل، وفي شويه منهم مالتي سيلر، يعني فيهم سيلز كتيره زي البني ادمين كده، بس طبعا اكيد اصغر يعني. طيب معظمهم برضو ما كانش كلهم اكواتيك، كلهم كائنات مائيه تقريبا، بكتيريا كده، مش بكتيريا يعني حاجات عايشه في الميه تقريبا. في منهم اوتوتروفيك. يعني ايه كلمه اوتوتروفيك؟ يعني كان ميك ذير اون فود، بيعرفوا يعملوا اكلهم بنفسهم زي النبات، مش معتمد على كائنات ثانيه. انما البني ادم معتمد على كائنات ثانيه، لانه مثلا بناكل فراخ، بناكل لحمه، بناكل جبنه، بناكل نبات، معتمدين على كائنات ثانيه. فالمهم في منهم اوتوتروفيك زي الجولدن الجي، ده نبات كده لونه مصفر شويه في الميه. وفي منهم هيتروتروفيك. يعني ايه هيتروتروفيك؟ معتمد على كائنات ثانيه بياكلها زي البني ادمين كده، حاجه اسمها بروتوزوا او الاميبا، منهم حاجه اسمها اميبا. يبقى في منها هيتروتروفيك وفي منها اوتوتروفيك. الفنجاي بقى اللي هي الفطريات، معظمها مالتي سيلر، معظمها في خلايا كتير، قليل قوي اللي تلاقيه يوني سيلر، يعني في سيل واحد، زي حاجه اسمها اليست فانجس او اليست. طيب الفنجاي خلي بالك كلها هيتروتروفيك. يعني ايه هيتروتروفيك؟ يعني كلها بتعتمد على كائنات اخرى في التغذيه، وعندها بالمناسبه سيل وول عشان يخليها قويه، بس مصنوع من ماده اسمها كايتن. الماده اللي مصنوع منها السيل وول بتاع الفنجاي اسمها كايتن، غير اللي عند البكتيريا لو فاكر كان ماده اسمها بيبتيدوجلايكان. ماشي. تعال نروح عند النباتات البلانتس، هنتطور اكتر بقى. يعني هنا كان ايه؟ كان معظمهم عندهم سيل واحده وقليل اللي عنده سيلز كتير. هنا معظمهم سيلز كتيره وواحده بس عندها سيل واحده. هنا كلهم مالتي سيلر، عاملين نطور بقى. كلهم مالتي سيلر النباتات كلها، واوتوتروفيك يعني ذاتيه تغذيه، النبات دايما بيعمل فوتوسينثيس بروسيس، وعنده سيل وول عشان يحميه برضه. النبات بيبقى يعني مش زي البني ادم بيتحرك وعنده عقل ومخ، لا عنده سيل وول ربنا خلقه له زي القشره بتاع الخشب اللي بره دي، السيل وول بتاعه مصنوع من الستيلوز. يبقى خلي بالك الفنجاي عنده سيل وولز مصنوع من الكايت، سيل وول مصنوع من الكايت. البلانتس عندها سيل وول مصنوع من الستيلوز. تعال نروح عند الانيمالز. الانيمالز مالتي سيلر، كلهم مالتي سيلر، وكلهم هيتروتروفيك، كلهم كائنات معتمدين على كائنات اخرى عشان ياكلوا، مش زي النبات. طيب وبالمناسبه عندنا ميزه كمان زياده، ان احنا جسمنا كومبلكس معقد، بنتحرك وبنتنفس وبناكل وبنشرب وبنروح وبنيجي. النبات مش كده. طيب
هنتكلم بقى على الانيمالز. في منهم نوعين، في حاجه اسمها انفرتبريتس، يعني ما عندهمش عمود فقري، ما عندهمش باك بون. زي مين؟ زي السبونشز، ده كده كائن بيعيش جوه الميه، زي الورمز الديدان، زي النيداريانز اللي هو الجيلي فيش يعني مثلا. وفي حاجات عندها عمود فقري زي الفيش والريبتايلز والبيردز، طبعا اكيد الهيومنز برضه. طيب هنتكلم دلوقتي على الاستراكشر بتاع السيل. في مكونات للسيل، 8 مكونات تقريبا موجودين في الصفحه اللي جايه كلهم مره من اول وجديد. في حاجه اسمها السيل وول اللي بره، ده ثيك وول، طبقه تخينه كده بتحمي النبات بتحمي السيل من بره، موجوده في البلانت وفي الفنجاي، تمام، وموجوده في البكتيريا برضو. بس لو احنا بنتكلم بقى على اليوكاريوتس بس، فبلانت وفنجاي بنتكلم عامه، فهم في الثلاثه دول. وظيفتها ايه بقى السيل وول اللي بره دي؟ بتدي شكل النبات وبتحميه. ماشي. البلازما ممبرين ده الغشاء الخفيف بقى اللي بره، يعني بص كأن ايه، ده السيل وول التقيل قوي، ده السيل وول ماشي، وفي غلاف جوه خفيف كده، اللون الاحمر ده هو البلازما ممبرين، تمام ماشي. يبقى ثين سيلكتيفلي بيرميبل ممبرين، يعني غشاء خفيف بيسمح بمرور ودخول ايه، بدخول وخروج الاملاح يعني والاغذيه. موجود في السيلز كلها، موجود في كل الكائنات، ولكن السيل وول موجود في الفنجاي وفي البلانتس والبكتيريا بس. ولكن البلازما ممبر الاحمر ده موجود في كل الكائنات تقريبا، وبيحمي السيل وبيخلي المواد تعدي وتدخل وتخرج، تمام. الاغذيه. النيوكليس بقى، في هنا حاجه اسمها النيوكليس. ايه بقى النيوكليس دي؟ دي جواها الجينيتك ماتيريال، ودي اهم حاجه بتعمل كنترول. يعني ايه كنترول؟ بتتحكم في كل حاجه في السيل، فده اهم جزء. يبقى جواها الجينيتك ماتيريال بتتحكم في السيل. السيتوبلازم ده هو السائل اللي جوه السيل، هو الميه اللي جوه دي. طيب الميه اللي جوه دي عباره عن ايه؟ مصنوعه حرفيا من ميه اللي هو ووتر. وظيفته ايه؟ جواه شويه مواد مهمه بس، يعني ما بيعملش حاجه، هو كانها ميه والناس عايمين في الميه دي. الكلوروبلاستس موجوده في النبات بس، حتى من اسمها كلورو، كلمه كلورو جايه من كلمه كلر. كلوروبلاست وهي لونها اخضر على فكره، موجوده جوه النبات، حتى عندها صبغه كده اسمها كلوروفيل مخليه لونها اخضر، موجوده جوه النبات وبتعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. الفاكيولز، يعني ايه فاكيولز؟ هي عباره عن شويه فراغات، يعني ادي السيل اهي، شويه فراغات كده صغيره. بصراحه في الانيمال سيل هي فراغات صغيره وكميتها كبيره، وفي البلانت سيل هي واحده بس كبيره. يبقى هي بتخزن الاكل والووتر والسولت، وحجمها كبير في البلانت سيل، وهي حجمها صغير في الانيمال سيل. في الانيمال سيل هم صغيرين وكتار، وفي البلانت سيل هي واحده كبيره. الميتوكوندريا او الميتوكوندريا وظيفتها انها بتطلع الانرجي، بتطلع الطاقه للنبات. والاندوبلازميك ريتيكولم دول عباره عن شويه اغشيه كده جوه، شويه يعني خطوط جوه، بيعملوا ايه؟ بص، جروب اوف ممبرنز، شويه اغشيه كده داخليه، وظيفتهم يحركوا المواد من مكان جوه السيل لمكان جوه السيل برضه. يعني كأن عندك مدينه ومواصلات داخليه، المواصلات الداخليه بتوصل الناس جوه المدينه، بنسميها اندوبلازميك ريتيكولم. لو حاجه بتوصل لبره المدينه او بره السيل، ده كان البلازما ممبرين، الغشاء الاحمر ده هو اللي بيعدي الحاجه ان واوت. ولكن الاندوبلازميك ريتيكولم دي شويه اغشيه داخليه بتحرك الحاجه جوه. اهميه الووتر للسيلز. الووتر تعتبر يونيفرسال سولفنت، مذيب عالمي من الاخر، لان اي ماده مثلا برشام او اي حاجه بتخش جوه جسمك بتدوب بسهوله وبتتحرك بسهوله، فالووتر تعتبر يونيفرسال سولفنت. كمان هي مكون اساسي للسيتوبلازم. السيتوبلازم ده الميه اللي جوه السيل، بتدي الميه انترنال بريشر، ضغط داخلي، او بتدي السيل ضغط داخلي عشان ما تطبقش بسهوله بالبلدي يعني. طيب مانتن انترنال تمبريتشر، بتحافظ على درجه حراره الجسم الداخليه لان الميه عندها هاي سبيسيفيك هيت. كمان مانتن انترنال بالانس انسايد ذا بودي، بتحافظ على التوازن جوه جسمك لانها تعتبر البي اتش بتاعها قريب من 7، مش عالي ولا واطي. حاجه مهمه اسمها ميتابوليزم. الميتابوليزم هي معناها شويه كيميكال رياكشنز او بيولوجيكال رياكشنز بتحصل جوه جسمك، وتؤدي طبعا لازم يكون الميه موجوده عشان تساعد فيها، وتؤدي ان انت تطلع الطاقه او تخزن الطاقه. بمعنى في نوعين من الميتابوليزم، كاتابوليتيك بروسيس. يعني ايه كاتابوليتيك؟ يبقى عندي الحاجه سليمه وتتكسر فنطلع منها طاقه ونستخدمها. طيب زي انك تكسر اي بوند وتحول من حاجه كومبلكس تخليها حاجه سمبل وتطلع منها طاقه. زي بالظبط انك بتاكل فالاكل يتحرق فيديك طاقه. يا اما الانابوليتيك بروسيس، دي بتستهلك من جسمك طاقه، بتاخد منك طاقه. ليه بقى؟ بيبقى عندك مكونات بسيطه وتتجمع، تمام. زي بالظبط كده لو انت عندك حاجه اسمها امينو اسيد، دي عندنا في المنهج، وتتجمع تبقى بروتين. زي بالظبط لو انت بتاكل عشان تكبر حرفيا، فانت بتاكل يعني جسمك بياخد الطاقه دي، بيستهلك طاقه عشان يكبرك. ولكن احيانا بتاكل فجسمك يحرق الطاقه عشان يديك الانرجي. يبقى الكاتابوليتيك معناه ان الحاجه بتتكسر عشان اخد منها طاقه،
الانابوليتيك معناه ان الحاجه بتتجمع وبتاخد مني طاقه. يبقى دي كونسيوم انرجي ودي ريليز انرجي. بعد كده اخر حاجه وهي الانزيمز. في حاجه اسمها اكتيفيشن انرجي. يعني ايه اكتيفيشن انرجي؟ هي اقل انرجي جسمك محتاجها عشان يؤدي وظيفه معينه. يعني مثلا التنفس، الحمد لله احنا بناخد النفس وبيطلع بسرعه عشان في انزيمز بتسرع ده. يعني المفروض النفس الطبيعي مثلا بياخد مني 1000 جول، بياخد مني طاقه كتير جدا، محتاج اعمل طاقه كتير قوي، بس وجود الانزيم جوه جسمي بيخليها مثلا ايه 5 جول بس وتخلص بسرعه، بيقلل الاكتيفيشن انرجي. يعني الاكتيفيشن انرجي هي اقل طاقه انت محتاجها عشان تعمل وظيفه معينه. الانزيمز بقى هي عباره عن شويه بروتين كده او مواد مصنوعه من البروتين، وظيفتها انها انكريز ذا سبيد، بتسرع بتزود سرعه الرياكشنز، يعني بتخلي الاكتيفيشن انرجي اقل من الطبيعي. يعني عارف انت كانها بتعمل لك اوفر، بتشتري الجاكيت ب 1000 جنيه خد يا عم ب 5 جنيه وخد الجاكيت اهو. الانزيم بيسرع عليك كل حاجه، بيوفر عليك كل حاجه. طيب بس الانزيم عنده شرط، لازم عشان يشتغل محتاج حاجه اسمها اوبتيمم كونديشنز، ظروف مثاليه، تديله بي اتش معينه ودرجه حراره معينه. يعني لو اديته بي اتش مثلا معين وتمبريتشر معين هو بيحبهم هيشتغل معاك احلى شغل. لو البي اتش مختلف او التمبريتشر مختلفه النشاط بتاعه هيقل. بيشتغل بميكانيزم اسمه لوك اند كي، زي المفتاح كده بتدخله في القفل. فلو انت عندك مثلا انزيم، ده الانزيم اهو، ودي حاجه عايزين مثلا نسرعها، تنفس بقى، اكل عايز تهضم، اي حاجه، فايه اللي بيحصل؟ بيركبوا على بعض هما الاثنين كده، ويقوم الانزيم يطلع لك الناتج اللي انت عايزه بسرعه، كأن اكل بيتهضم، بس بشرط تكون معيشني في الحته دي عشان اديك اعلى طاقه، اللي هي الحته دي اعلى بي اتش او احسن بي اتش واحسن درجه حراره. طيب لاحظ ان كل انزيم عنده اوبتيمال بي اتش واوبتيمال تمبريتشر، لو اديته الحالتين دول مثاليين هيشتغل معاك باعلى كفاءه. طب لو انا قلت عنهم شويه، لو جبت حراره اقل او ازيد، هتلاقيه بيشتغل بكفاءه اقل او الافشنسي بتاعه بيقل. كده احنا خلصنا الحمد لله الشرح. خش بقى على جزء الحل وكمل حل. اشوفكم الاسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.